السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكلم حضراتكم النهاردة عن ازاي نعمل مشروع تربية طائر السمان. أول حاجة لازم نعرفها إن السمان ليه طريقة مختلفة في التربية. السمان طائر صغير في الحجم، وهو من المصادر المهمة لإنتاج اللحم والبيض. أول حاجة نعرفها الأهمية الاقتصادية للسمان. أول حاجة هو مصدر جيد للبروتين الحيواني الخالي من الكوليسترول، وبيستهلك الطائر حوالي 450 ل 500 جرام علف عشان يوصل لوزن 125 ل 150 جرام خلال 45 يوم من أول أيام عمره. تاني حاجة تكاليف التربية قليلة بالنسبة لتربية الدواجن. النضج بتاعه بيكون مبكر، بيكون في عمر من 5 ل 6 أسابيع، وإنتاجه عالي من البيض من 250 ل 300 بيضة في السنة الإنتاجية. سريع النمو، بيوصل لحوالي 150 جرام في عمر الست أسابيع. وزن البيضة بيكون حوالي من 10 ل 12 جرام، ومدة التفريخ بتكون من 14 ل 17 يوم. أنواع السمان: من أهم أنواع السمان هو السمان الياباني، وبيربى لغرض إنتاج اللحم والبيض مع بعض. وتاني نوع هو السمان الأوروبي. نيجي لنظم التربية. أول حاجة التربية الأرضية، بيتم تربية السمان في مكان زي مكان تربية الدجاج، وبيتخصص 1 متر مربع لكل 55 طائر من عمر يوم ل45 يوم. تاني حاجة التربية في البطاريات، وهي بتكون مساحة أصغر من مكان تربية الدواجن. بتكون أقفاص وأبعاد البطارية الواحدة حوالي 122 سنتي طول و40 سنتي عرض و20 سنتي ارتفاع لكل دور، ويكون ميل الأرض للأمام لتسهيل انحدار البيض وجمعه من مجرى خاص أمام الأقفاص. والمعالف والمسائل اللازمة لتربية السمان مشابهة للدواجن، وبيخصص معلفة بطول 1 متر لكل 20 طائر، ومسقى أوتوماتيكي لكل بطارية. حضانة السمان: التحضين سواء كانت أرضية أو بطاريات بتبلغ مدتها 14 يوم، بس لازم نعرف إن الحضانة الأرضية درجة حرارة التحضين فيها بتكون 35 درجة مئوية أسفل الدفايات، مع زيادتها أو انخفاضها عند اللزوم. وبتكون الإضاءة مستمرة خلال الثلاث أيام الأولى من التحضين، وبتنخفض تدريجيا لحد ما توصل ل 14 ساعة عند عمر 14 يوم. وبيفضل استخدام لمبات حمراء عند تحضين السمان. والتحضين في البطاريات بتكون نفس درجات الحرارة والإضاءة اللازمة للتحضين الأرضي، بس بنفرش أرضية البطاريات بالورق عشان نحمي أرجل الطيور الصغيرة. كثافة الطيور في البطاريات بتكون 200 طائر لكل متر مربع من القفص. ولازم نكون عارفين مشاكل التحضين. أول حاجة وهي قلة شهية الطيور، وهو عدم قبول الطيور على الأكل، وده بيرجع لارتفاع درجة الحرارة في الحضانات. تاني حاجة وهي الافتراس، وهو نقر الكتاكيت لبعضها حتى نزف الدم والموت، وده بيرجع لنقص في الغذاء من الأملاح أو بروتين أو الازدحام. وممكن يكون تربية أنواع وأعمار مختلفة في حيز واحد، أو خلط الذكور بالإناث، أو نقص الضوء أو ضيق المكان. نيجي لرعاية السمان. بتبدأ فترة الرعاية من انتهاء فترة التحضين، وبتستمر حتى عمر 6 ل7 أسابيع. وطبعا هنوضح معاكم أساسيات التربية. أول حاجة معانا وهي مبنى الرعاية، بيبنى من الطوب الأحمر أو الأسمنت، ويكون أرضية ناعمة مستوية جيد التهوية، ونطهر ونفرش الأرض بالجير. الفرشة تكون بسمك 2 سنتي من التبن أو النشارة. تاني حاجة هي عملية النقل لبيوت الرعاية. بتتم عملية النقل بحرص شديد، ولازم ما نزودش عدد الكتاكيت في الأقفاص، بيكون 50 كتكوت عشان الازدحام. تالت حاجة وهي العوامل البيئية المناسبة. درجة الحرارة تكون 27 درجة مئوية، والرطوبة من 60 ل 70%، والضوء لمدة 16 ساعة. الظروف المناخية المناسبة لتحقيق أعلى إنتاجية للسمان: أول حاجة معانا وهي التهوية. 2 متر مكعب هواء نقي لكل طن علف بيتم استهلاكه يوميا في الدقيقة. تاني حاجة وهي الإضاءة. شدة الإضاءة بتكون من 40 ل 60 واط عند مستوى المعالف، وبيحتاج السمان لفترة إضاءة من 16 ل 17 ساعة في اليوم لقطيع البيض، وبتستكمل ساعات الإضاءة شتاء بالإضاءة الصناعية. وكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، ويا رب نكون قدرنا نوفر لكم معلومات عن تربية السمان بشكل مبسط. وشكرا ليكم.